عمرك سألت نفسك ليه لما بتقول الحيوان هش بيمشي او بيبعد؟ طب عمرك سألت نفسك ايه هو الاثر النفسي على كلمه هش على الحيوان؟ طب عمرك سألت نفسك احساس الحيوان ايه لما بيسمع كلمه هش؟ زي احساسك كده لما بتسمع كلمه غول في داهيه. طب بتسمع اي كلمه سلبيه او اي موقف سخيف بيأثر على يومك ويخليك مش عارف تعيش. طب عمرك سألت نفسك ازاي كلمه هش بتأثر على علاقتك بالحيوان وعلى علاقه الحيوانات ببعضها وكمان على علاقتها بالشارع؟ كلمه هش بتستخدم مصريا او عربيا في ابعاد الحيوانات وان احنا نبعدهم عننا عشان احنا حرام بنخاف. بس سألت نفسكم ايه بقى تبعاتها او اثرها على الحيوان؟ كلمه زي دي بتخرج بصوت حاد مفاجئ بيخوف الحيوان بيشعر بالخوف، زي مثلا لما تكون معدي وتلاقي حد بيقول لك ايه اهو دي زفت جه، ما انت بتتاثر بس انت تعرف ترد لكن الحيوان ما يعرفش يرد. وكلمه زي دي بتاثر على الحيوان وتاثر على علاقتك بيه وتخليه يكرهك ويحس بالخطر منك وتخليه خايف من الحيوانات التانية وكمان خايف من الشارع اللي هو عايش فيه وبيتلفت حواليه يمين وشمال زي الملوش. فارحموا الحيوانات يا جماعه، ما تقولهمش هش، كفايه اللي بيشوفوه الاطفال وكفايه اللي بيشوفوه في الشارع.